اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. عاملين ايه؟ وحشتوني يا حبايب قلبي من الفيديو اللي فات. انا النهارده جايبه حاجه بسيطه خالص واقتصاديه، وكلنا بنحب الاكله دي في نص الاسبوع كده. طبعا معايا حله حطيت فيها ميه وحطيت فيها زيت وحبه ملح، وهسيبها تغلي بقى للمكرونه. هعمل مكرونه وبيض مسلوق وبطاطس محمره، وهعمل سلطه. انا عارفه ان انتوا كلكم شطار، وعارفه ان احنا كلنا بنحب الاكله دي في نص الاسبوع كده. ساعات الواحد بيبقى زهق بقى من الفراخ او اللحمه او السمك، بيحب اللي هو يغير شويه. انا قلت بقى هعمل الاكله دي. وعامه ايا كان الحاجه اللي انا بعملها بحب اللي انا اوريها لكم، حتى لو بسيطه واقتصاديه، علشان انا بحب اللي انتوا تشوفوا كل يوم الروتين اللي انا بعمله. كل سنه وحضراتكم طيبين طبعا علشان عيد الاضحى، وبخير دايما يا رب، وبصحة جيدة. دلوقتي بقى المية بتغلي وهنزل فيها المكرونة. دلوقتي المية بتغلي اهي زي ما حضراتكم شايفين. انا هضيف فيها المكرونة. دي مكرونة سباكيتي، بس انا مش بحب اللي انا اكسرها، انا بحب اللي انا هسيبها كده. اللي انا احطها كده واتنيها كده في قلب المية. ثواني برضو هجيب معلقة. زي ما انتوا شايفين انا ضفتها دلوقتي في الحلة. طبعا المكرونة ما بتتسلقش جامد علشان ما تعجنش مننا. دلوقتي عملت عصير الطماطم اللي هي تسبيكة المكرونة، هضيفها في الحلة. انتوا شايفين المكرونة بتغلي معايا اهي، هضيف لها رشة سكر. دلوقتي حطيت مصفى عشان هصفي المكرونة. بسم الله الرحمن الرحيم. انتوا شايفين عصير الطماطم بيغلي معايا لتسبيكة المكرونة. انا ضفت حبة سكر وهضيف حبة ملح. ودي حلة هضيف عليها قطعتين من الزبدة عشان هنزل عليها المكرونة. انا بحب اعمل المكرونة بالزبدة، بيبقى طعمها حلو قوي وطعمها بيبقى مختلف. عادي، عندك زبدة، عندك سمنة، عندك زيت، ما توقفيش نفسك على حاجة، الموجودة اعملي بيه. دلوقتي ضفت المكرونة، هقلبها بقى وهسيبها تتلدن 5 دقايق. احط لها حبة ملح وحبة فلفل. وده كان شكل غدانا النهاردة. اكلة بسيطة واقتصادية وسهلة وحلوة قوي. وزي ما قلت لكم انا بحب الاكله دي. كانت عباره عن مكرونه وبطاطس محمره، سلطه، بيض مسلوق وحمرته وقطعته شرايح كده. يا رب تكونوا استفدتوا من الفيديو. هي حاجه بسيطه وسهله، وانا عارفه ان انتوا كلكم شطار. ما تنسوش بقى تعملوا لايك وسبسكرايب للقناه وتفعلوا الجرس عشان ينزلكوا كل فيديوهاتي.